كيمكن الأداء ديال الغرامة في نفس النهار لعون محرر المحضر من تخفيض المبلغ. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1، نعم، لأنه في حالة الأداء الفوري إلا خلصت في البلاصة فكيتنقص المبلغ. المخالفة الدرجة الأولى كتولي غير 400 درهم، والمخالفة من الدرجة الثانية كتولي غير 300 درهم، والمخالفة من الدرجة الثالثة كتولي غير 150 درهم. التشوير الطرقي كيعلم على أن الطريق غادي تضيق. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. أنا اللي عندي الأسبقية. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1/4. عندي العلامة ديال خطر الطريق كتضيق من 2 جهات، وعندي العلامة ديال الإرشاد كتقول لي بأن ما عنديش حق الأسبقية في هاد البلاصة اللي هي ضيقة، الأسبقية اللي جايين اتجاه المعاكس. إذا الجواب هو 1/4. باش نغير الاتجاه اليمين ندوز الإجابة 1، نوقف الإجابة 2. الجواب الصحيح هو 1، ندوز. عندي الضوء الأحمر ولكن عندي شرطي المرور، وقلنا شرطي المرور كيغلب الأضواء كندي غير عليه، وبما أنه عاطيني بالجنب إذا ندوز مباشرة. الجواب 1. نوقف ونسمح للراجلين يقطعوا الطريق. الإجابة 1. نستعمل الممر اللي على اليسر ونكمل طريقي. الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. القاعدة كتقول الراجل يوضع رجله على ممر الراجلين، من الواجب عليا نوقف ونخليه يدوز. هذا الجهاز هو فرامل اليد. الإجابة 1. مبدل السرعة. الإجابة 2. الجواب الصحيح هو 2. هذا القبضة ديال مبدل السرعة ديال الفيتاس باش كندوز الفيتاس، وكيكون فيه ديك الشيمة باش ندير بروميير او الدوزيام او التروازيام الى اخره، ماشي فرامل ديال اليد. اذا الجواب 2. غادي يكون من الواجب عليا نوقف. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليسر. الجواب 3. نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليمين. الجواب 4. الجواب الصحيح هو 2. ماشي من الواجب عليا نوقف، غادي غير نقسم السرعة وندوز، لأن اليمين ديالي عنده علامة إعطي حق الأسبقية، وكذلك اليسار ديالي عنده علامة إعطي حق الأسبقية. هذا كيعني بأنني أنا عندي العلامة ديال طريق ذات أولوية، يمكن راني دزتها، إذا أنا اللي عندي الأسبقية غنقسم السرعة ونرد البال وندوز. الجواب هو 2. هاد الإشارة كتعلم بنهاية طريق السيارة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. محطة الأداء. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1/4. هاد العلامة كتشير لنهاية طريق السيارة، إرشاد نهاية طريق السيارة، ماشي محطة الأداء. التوقف ممنوع. قبل العلامة الإجابة 1، من بعد العلامة الإجابة 2. الجواب الصحيح هو 2. العلامة كتمنع التوقف، وتحتها اللافتة الصغرى للتنفيذ، سهم عاطي راسو للفوق. إذا التوقف والوقوف كيكونوا ممنوعين من بعد العلامة ماشي من قبلها. إذا الجواب 2. نسمح بالمرور للسيارات وندوز. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نوقف وننتظر إشارة شرطي المرور. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 2/3. ملتقى طرق منظم بواسطة شرطي المرور، وكيف ما كتلاحظوا راه عاطيني بالظهر، اذا ما غاديش ندوز دابا، خصني نوقف وما ندوز حتى يعطيني شرطي المرور بالجنب، لان الا عطاني بالجنب كيعطيني الاشاره باش ندوز. اذا الجواب 2/3. غادي ندخل التجمع السكني. نعم الجواب 1، لا الجواب 2.
الجواب الصحيح هو جوج. ما غاديش ندخل التجمع السكني، لأن هاد العلامة ما سميتهاش دخول التجمع السكني. ها هي العلامة ديال دخول التجمع السكني، ما فيهاش العدد ديال الكيلومتراج المتبقية، فيها غير اسم المدينة اللي دخلنا لها. أما هاد العلامة فهي عندنا باقين باش نوصلوا واحد الكيلومتراج معينة، 40 كيلومتر باش نوصلوا للرباط. إذا مازال ما وصلناش للتجمع السكني. الجواب هو جوج. يمكن لي السير ب40 كيلومتر في الساعة، الإجابة واحد. ب50 كيلومتر في الساعة، الإجابة جوج. ب60 كيلومتر في الساعة، الإجابة 3. الجواب الصحيح هو واحد جوج. عندي العلامة ديال تحديد السرعة في 50 كيلومتر في الساعة، إذا ما عنديش الحق نفوت 50. يمكن لي نمشي ب40 ويمكن لي نمشي ب50 كيلومتر في الساعة، أما 60 ممنوع عليا. إذا الجواب واحد جوج. عند ملتقى الطرق من الواجب نقص من السرعة وندوز. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. نوقف. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو جوج 3. عندي علامة إعطاء حق الأسبقية وتحتها اللافتة الصغرى للتوقف مكتوبة فيها قف، بمعنى في الملتقى الطرق اللي جاي غنلقى علامة قف، إذا غيكون من الواجب عليا نوقف في جميع الحالات. الجواب جوج 3. نقص من السرعة، الإجابة واحد. نحتفظ بنفس السرعة، الإجابة جوج. نزيد في السرعة، الإجابة 3. الجواب الصحيح هو جوج. نحتفظ بنفس السرعة، لأن السيارة اللي قدامي كيف ما كتلاحظوا راها كتقوم بالتجاوز ديالي ومازال ما كملتش التجاوز 100%، لأنها عاد كتدخل باش تشد اليمين، راه دايرة السينيال على اليمين. لهذا فاش كيتجاوزني شي حد كنحتفظ على السرعة ديالي وكنشد اليمين، ما نقص ما نزيد السرعة. السياقة تحت تأثير الأدوية المنومة أو اللي كتهدأ الأعصاب هي سياقة ممتعة، الإجابة واحد. مريحة، الإجابة جوج. خطيرة، الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 3. وهذا السؤال سهل جدا، ما يحتاجش بزاف ديال التفكير، لأن السائق إلا كان شرب واحد الدواء اللي كينعس أو اللي كيهدأ الأعصاب وناض ساق المركبة ديالو، فالسياقة ديالو راها خطيرة، لأن وقت رد الفعل كيتزاد في هذه الحالة. إذا جواب 3. خطر تساقط الأحجار كيبدا على بعد 150 متر. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. على طول 1000 متر. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو واحد 3. خطر تساقط الأحجار غادي يكون على بعد 150 متر، واخا دخلت عليها اللافتة الصغرى للامتداد أو للطول. اللافتة الصغرى للامتداد كتقول القاعدة أنها ما كتغيرش البعد السابق ديال العلامات المتقدمة ديال علامات الخطر. إلا كانت على بعد 150 متر غتبقى على بعد 150 متر، كتعطيني هي الطول ديال الخطر. اذا من هنايا من بعد 150 متر غادي يبدا الخطر والطول ديالو هو 1000 متر. اذا كذلك على طول 1000 متر الجواب نعم. اذا الجواب واحد 3. نحافظ على السرعة ديالي، الإجابة واحد. نقص من السرعة، الإجابة جوج. نتأكد أن الممر خالي، الإجابة 3. الجواب الصحيح هو جوج 3. أنا اقتربت من ممر على السكة الحديدية والحواجز طالعة كليا، إذا في هذه الحالة كنقسم السرعة وكنتأكد أن الممر خالي وكندوز. إذا الجواب جوج 3. السؤال رقم 40. إلا شعل هذا الضوء وأنا غادي فهو كيعني أن المحرك فات لحد في السخونية. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. يلزمني نوقف في الحال. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو واحد 3.
إلا كنت أنا غادي في الطريق وشعل عندي هذا الضوء الجاذب فهو كيعني بأن الموتور أو المحرك فات الحد في السخونية. إذا خصني نوقف في الحال، ماشي نقص من السرعة ونزيد، لا، كيخصني نوقف في الحال. إذا الجواب هو 1-3. من الواجب نسمح للسيارة البيضاء بالمرور؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. ماشي من الواجب نسمح لها، لأنني أنا اللي عندي الأسبقية. هي عندها علامة قف، وهذيك العلامة راه عندها هي، لأنها كذلك عندها خط ديال الوقوف اللي هو متصل. خط العرض المتصل تيكون مصحوب بعلامة قف، إذا هي عندها الخط المتصل، إذا هي اللي عندها علامة قف، هي اللي من الواجب عليها تسمح ليا، ما نسمح ليهاش أنا. الجواب 2. نوقف؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نسمح بمرور السيارة وندوز؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1-4. عندي الضوء الأحمر، إذا من الواجب عليا نوقف. واش نسمح بالمرور السيارة وندوز؟ لا، واخا دوز السيارة خصني نبقى واقف تيشعل عندي الضوء الخضر حتى تعطاني الإشارة الضوئية باش ندوز. إذا الجواب 1-4. يمكن لي نتقدم في ملتقى الطرق باش نتابع السير القدام؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. باش نغير الاتجاه على اليمين؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 2-3. هذا ملتقى طرق منظم بالأضواء، وكيف ما كتلاحظوا كاين واحد السهم في الضوء اللي تحت على اليمين، سهم ديال اليمين بالخضر، كيقول بان اللي بغى يدور على اليمين يدور بلا ما يوقف، اما اللي غيمشي نيشان او يدور على اليسر فراه خصو يوقف لان عنده الضوء الاحمر. اذا يمكن لي نتقدم في ملتقى الطرق باش نتابع السير القدام؟ لا، لان عندي الضوء الاحمر. باش نغير اتجاه اليمين؟ نعم، لان عندي الضوء الخضر. فهاد ملتقى طرق بدون علامات، الأسبقية اللي جايين من اليمين؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. كتقول القاعدة إلا كان ملتقى طرق بدون علامات الأسبقية دائما لليمين فقط، كنسمح لليمين. كيف ما كان نوع ديال ملتقى الطرق، سواء كان على شكل إكس أو على شكل تي أو على شكل إيكغيك، فالأسبقية دائما كتكون اليمين في غياب العلامات. إذا الجواب 1. كنسوق بسرعة 40 كيلومتر في الساعة، نحتفظ بالسرعة ديالي؟ الإجابة 1. نقص من السرعة؟ الإجابة 2. نحاز شوية اليسر؟ الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 2-3، لأن هنا كاينة الشتا وكاينة واحد القلتة ديال الماء. إذا نقص من السرعة ونحاز شوية اليسر، ندير السينيال ونحاز اليسر باش ما ندوش على ديك القلتة ديال الماء ونفزق هذا الراجل. إذا الجواب هو 2-3. يمكن لي نتابع السير القدام؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نغير الاتجاه اليمين؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1-3. هاد العلامة كتقول لي طريق بدون مخرج أو طريق محدود، ما كتقوليش ممنوع عليا نتابع السير القدام. كتعلم الناس اللي ما في خبارهمش أن هاد الطريق راه ما كتخرج، كتقول لهم راه ما كتخرج. ولكن مثلا واحد ساكن تما ولا باغي يمشي عند صاحبه فممكن يدخل بالطوموبيل ويدير الدوميتور ويرجع بحاله. إذا ما كتعلمش أنه ممنوع نتابع السير القدام. واش يمكن لي نغير الاتجاه اليمين؟ نعم، لان الخط العرض اللي كاينه في الطريق اللي على اليمين شاد من الطريطوار نصف الطريق، فهو كيعني ان هذيك الطريق كتدي وكتجيب، وبالتالي ممكن ندور على اليمين. كيرجع الرصيد الأقصى من النقاط لرخصة السياقة بعد آخر خصم ديال النقاط إلا ما ارتكبتش مخالفة كتستوجب خصم النقاط. في عامين الإجابة 1، 3 سنين الإجابة 2، 4 سنين الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 2. 3 سنين باش نبسطوا الأمور
مثلا انا ارتكبت مخالفه ونقصوا لي 4 النقاط، ولكن ما ارتكبتش حتى شي مخالفه اخرى اللي كينقصوا فيها النقاط لمده 3 سنين. اذا الا دازت 3 سنين وما ارتكبتش حتى شي مخالفه اللي كتستوجب خصم بالنقاط، فديك الساعه كنسترجع النقاط ديالي. اذا الجواب هو جوج من بعد 3 سنين. على بعد 600 متر الطريق ما غاديش تبقى دات اتجاه واحد. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. العلامة كتقول لي إرشاد نهاية مسلك التجاوز مؤقتا، لأنها مصبوغة بالصفر إذا راها مؤقتة. الطريق دات اتجاه واحد، فيها جوج المسالك كيديو. من بعد 600 متر كتقول لي العلامة أن المسلك اللي على اليسر يعني مسلك التجاوز غادي يتقاضى، يعني غادي تبقى الطريق دات اتجاه واحد. إذا الجواب جوج. أثناء السير العادي أنا في المسلك المناسب. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. حنا دابا في طريق السيار، وهذيك العلامة ما كتكون غير في طريق السيار. وهذا المسلك اللي أنا فيه دابا ماشي مسلك للسير، كيتسمى شريط الوقوف الاستعجالي. كنوقف فيه غير الا وقع لي شي عطب او وعكه صحيه. خصني نكون شاد اليمين ديالي فين كاينه ديك السياره البيضاء، هذاك هو مسلك السير العادي. اذا الجواب هو جوج. السؤال رقم 3. قبل ما نتجاوز هاد العربة يمكن ليا نستعمل المنبه الصوتي؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. نستعمل ضوء الطريق؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو واحد 3. قبل ما نتجاوز بالنهار يمكن ليا ننبه بالمنبه الصوتي، ويمكن ليا ننبه بإشارة ضوئية أو بضوء الطريق. بالليل كنبه غير بإشارة ضوئية. إذا حنايا في النهار قبل ما نتجاوز واش يمكن ليا ننبه بالمنبه الصوتي؟ نعم. بالطريق أو بإشارة ضوئية كذلك نعم. الجواب واحد 3. هاد الحافلة واقفة، ندوز وانا رد البال. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. ننتظر باش نتجاوز. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو جوج 3. هاد الحافلة واقفة، واش ندوز وانا رد البال؟ غادي نزطم على الخط المتصل، وممنوع عليا نزطم على الخط المتصل، لان الا كان متصل ممنوع نتخطاه، وممنوع نتجاوز، وممنوع ندير الدوميتور. اذا ننتظر باش نتجاوز. الجواب هو جوج 3. هاد العلامة كتعلم على مدار لإجابة واحد. من الواجب نقوم بنفس دورة لإجابة جوج. الجواب الصحيح هو واحد. هاد العلامة كتعلم على خطر مدار، وبما أننا خارج المدينة إذا غيكون المدار على بعد 150 متر فقط. كتقول لي بأن غيكون مدار، ما كتقوليش من الواجب ندير الدوميتور، ندير نصف دورة. إلا بغيت ندير نصف دورة نديرها، ما بغيتش نديرها ما نديرهاش. إذا ما كتلزمش عليا ندير نصف دورة. الجواب واحد. تبدل الضوء الأخضر، نستعمل المنبه الصوتي. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. المنبه الصوتي ممنوع بالليل، ممنوع بالليل واخا يكون كاع خارج المدينة. بالليل كنبه غير بالضوء، لأن الضوء أكثر جدوى من المنبه الصوتي. إذا الجواب هو جوج. السؤال رقم 6. نسمح بالمرور اللي جايين من اليسر؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. اليمين؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو واحد 3. كيف ما كتلاحظوا عندنا الضوء ما خدامش، الأضواء الثلاثية ما خداماش، وإلا كانت ما خداماش كنرجع ديك الساعة إلى عندي العلامة. كاينة العلامة ديال اسمح بالمرور، إذا غادي نعطي الأسبقية لليمين واليسر. الجواب واحد 3. تجاوز السرعة المسموح بها ب 30 كيلومتر في الساعة كيعرض السائق لغرامة مالية كتراوح ما بين 300 حتى ل 600 درهم. الإجابة واحد. 500 حتى ل 1000 درهم. الإجابة جوج.
700 حتى ل 1400 درهم. الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 3. إلا تجاوز السائق السرعة المسموح بها 30 كيلومتر في الساعة فكتولي مخالفة من الدرجة الأولى، فيها 700 حتى ل 1400 درهم وفيها سحب 4 النقاط. نزيدو نشرحو. مثلا عندي علامة ديال ممنوع نتعدى 60 كيلومتر في الساعة وشدني الرادار غادي ب 90 كيلومتر في الساعة، إذا غادي بالفرق هو 30 كيلومتر في الساعة، إذا غادي تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى وغادي نخلص بين 700 حتى ل 1400 درهم وغادي تسحبوا مني 4 ديال النقاط. إذا الجواب الصحيح هو 3. السؤال رقم 7. سائق السيارة البيضاء تقدم في ملتقى الطرق، يمكن لي نتبعه بلا ما نوقف عند خط الوقوف؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. ما يمكنليش نتبعه بلا ما نوقف، لان عندنا علامة قف، ضروري خصني نوقف واحد المدة قصيرة، وكذلك نسمح لليمين واليسار عاد نزيد، وكنوقف في جميع الحالات واخا كاع تكون الطريق خاوية. هاد العلامة كتعلم على ممر الراجلين، الإجابة 1. ممنوع مرور الراجلين، الإجابة 2. الجواب الصحيح هو 1. هاد العلامة كتعلم على خطر ممر الراجلين، إذا كتقول لي بأن غادي تلقى ممر راجلين وتستعد للوقوف إلى لقيتي الراجلين كيقطعوا هذاك الممر. ما كتقوليش ممنوع مرور الراجلين. العلامة اللي كتمنع مرور الراجلين هي هادي، كتكون في الدائرة الحمراء، أما هادي كتعلمني بأن غنلقى ممر الراجلين. الجواب 1. رخصة السياقة من صنف باء كتسمح لي نسوق عربة كيوصل مجموع الوزن ديالها مع الحمولة إلى 2500 كيلوغرام، الإجابة 1. 3500 كيلوغرام، الإجابة 2. 3800 كيلوغرام، الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 1 2، لأن رخصة السياقة من صنف باء كتسمح لي نسوق حتى شاحنة صغيرة، ولكن ما خصهاش تعدى 3500 كيلوغرام. ممكن تكون فيها 3500 كيلوغرام نيشان، ولكن غير ما تعداهاش. مثلا 3600 لا، 3500 ممكن نسوقها، 2500 ممكن نسوقها. إذا الجواب هو 1 2. 3800 لا، لأنها تعدات 3500. السياقة تحت تأثير الكحول كتعتبر جنحة إذا كانت نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم ديال السائق كتساوي أو كتفوق 0.10 ملغ في اللتر، الإجابة 1. 0.20 ملغ في اللتر، الإجابة 2. 0.30 ملغ في اللتر، الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 1. بالنسبة للسياقة تحت تأثير الكحول فهي ممنوعا كليا، وكيقيسوها إما عبر الدم، يعني عبر نسبة الكحول اللي موجودة في الدم، أو كيقيسوها عبر الهواء المنبعث من فم السائق. إذا إلا تقاس نسبة الكحول في الدم ما خصهاش تفوت 0.20 ملغ في اللتر، وإلا تقاست في الهواء المنبعث من فم السائق فخصها ما تفوتش 0.10 ملغ. في السؤال قال لي في الهواء المنبعث من الفم ديال السائق، إذا ما تفوتش 0.10 كيلوغرام. الجواب الصحيح 1. شرب الخمر من طرف السائق تزيد من الوقت ديال رد الفعل. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. تزيد من مخاطر وقوع الحوادث. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1 3. كيف ما قلنا قبيله بأن الخمر كيزيد من وقت رد الفعل، وإلا كيزيد من وقت رد الفعل كيزيد من خطر وقوع الحوادث. الجواب 1 3. السؤال رقم 8. يمكن لي نغير الاتجاه لجهة اليسر؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. لجهة اليمين؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1 3. يمكن لي نغير الاتجاه اليسار ويمكن لي نغير الاتجاه اليمين. هنايا كيف ما كتشوفوا مسلك التخزين عاد غادي يبدا، هو ديك المسلك اللي شاده هاد العربة الحمراء دايره السينيال على اليسار. فبامكاني دابا ندير السينيال على اليسار ونتبع السيارة الحمراء مع مسلك التخزين، وبديك الساعة ندور على اليسار.
وإلا بغيت ندور على اليمين ما كاين حتى شي علامة كتمنعني، إذا نبقى شاد اليمين ديالي وندور على اليمين. عدم احترام الوقوف المفروض بإشارة الضوء الأحمر كيعرض السائق للخصم من رصيد رخصة السياقة. 2 ديال النقاط الإجابة 1، 4 ديال النقاط الإجابة 2، 6 ديال النقاط الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 2، غادي تخصم 4 ديال النقاط، لأن مخالفة عدم احترام الضوء الأحمر هي مخالفة من الدرجة الأولى، والغرامة ديالها بين 700 إلى 1400 درهم. ومن المخالفات اللي حتى هي من الدرجة الأولى عدم احترام علامة قف، السير في الاتجاه الممنوع، تجاوز المعيب. هادو كاملين المخالفات من الدرجة الأولى، الغرامة ديالهم بين 700 إلى 1400 درهم وخصم 4 نقاط. السؤال رقم 2، واجب عليا نسمح بمرور السيارة الحمراء؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. السيارة الكحلة؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1/4. ملتقى طرق ما فيه حتى علامة الأسبقية اليمين. العربة أو السيارة الحمراء خارجة لي من اليمين، إذا غادي نعطيها الأسبقية. أما السيارة الكحلة فهذيك قبالتي جاية في الاتجاه المعاكس، وقلنا في الملتقى الطرق اللي جاي في ملتقى الطرق اللي باغي يدور على اليسار كيسمح اللي جاي من الاتجاه المعاكس. السيارة الكحلة هي اللي باغا تدور على اليسار، يعني ما نسمح لهاش أنا لأنها خصها تسمح لي.